باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته ومحبته من الآن والدهر الداهرين آمين. الموضوع بتاعي عن المواهب الروحية والأمانة فيها، وخدوا مثل الوزنات والأمانة في مثل الوزنات. والحقيقة المواهب الروحية غنية جدا وكثيرة جدا ومتنوعة جدا، لها مصدر واحد هو الله القدوس. محدش فينا عنده وزنة ولا موهبة مصدرها هو الشخص، حتى أنا بنفسي ملك ربنا يسوع المسيح، والهدف منها بنيان الكنيسة المقدسة، والهدف منها طريق الملكوت. هدف من المواهب الروحية ربنا اداها لنا بنيان الكنيسة المقدسة، نكمل بعضينا، احنا أعضاء في جسد المسيح الواحد. في نفس الوقت تحقيق مجد الله بخلاص نفوسنا، لأن هو ده القصد الإلهي لما جلنا على الأرض يخلصنا ومنحنا مواهب روحية عظيمة جدا تعيننا في طريق الملكوت. مفيش عضو لا يتمتع بمواهب روحية أو وزنات خالص، مهما صغر في عيني نفسه. هو المسيح إلهنا مديله مواهب علشان في الآخر خالص يقول لك أنت بلا عذر أيها الإنسان. وإحنا الأعضاء تكمل بعضيها. الأعضاء عاملين زي السيمفونية اللي بتعزف. لو واحد معاه آلة وجميلة جدا وبيعزف لوحده، وأثناء السيمفونية ما بتشتغل للأسف الشديد بيشوشر على نفسه، ولا حد بيسمعه، ولا حد بينفع السيمفونية الباقية أو التجمع الباقي. فمن يعزف بعطايا الله من دماغه وعلى راسه للأسف الشديد بيكون يسبب انقسام في الكنيسة، وده ما نتمناش أبدا 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 إنه يحصل مع كل واحد فينا. عطايا الله ومواهبه الروحية والوزنات التي يعطينا إياها ليست غاية في ذاتها، ملهاش غاية ملها في ذاتها يعني، لكن لازم التجارة بيها والانتفاع بيها. لأنه ناس كتير للأسف منحهم الرب عطايا ووزنات ولم يتاجروا حسنا من داخل الكنيسة ومن خارج الكنيسة. من داخل الكنيسة ودي مثل احنا لسه بنحكي فيه، نيقيا كان عشان ايه، والقسطنطينية عشان ايه، وأفسس عشان ايه. الاجتماعات المسكونية كانت عشان خاطر ايه؟ ناس من داخل الكنيسة أخذوا الوزن اللي المسيح إلهنا اداها لهم، إنهم في وضع معين، وضع كنسي معين، مواهب روحية ربنا اداها لهم، سواء في وعظ أو في تفسير أو في تراتيل وألحان أو وشطحوا ومشيوا بعيد، وللأسف الشديد صارت بدع وهرطقات. عشان كده المواهب الروحية والوزنات ليست غاية في ذاتها، لازم ننتفع نتاجر ونربح بيها لمجد الله مع المجموع، وحتى لا تصير علة للانقسام والانشقاق. فمثل الوزنات يشرح لنا هذا الأمر صراحة، يشرح لنا أننا جميعا أعطى الرب الوزنات لكي يتاجروا، وعندما كافأهم يقول لكل واحد فيهم نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل على الأرض، ادخل إلى فرح سيدك في السماء. فالملكوت هو الهدف، ادالنا الوزنات عشان نتاجر ونربح بيها في الملكوت.
وكالة أعطاها لنا الله بدءا من أنفسنا. أنا بإمكانياتي أعطى لي عقل وإرادة، أعطى لي سكن روحه القدوس في داخلي، أعطى لي كنيسة مقدسة قاعد فيها، أعطى لي أسرار كنيسة المقدسة أتاجر وأربح بيها، أعطى لي زوجة صالحة وبنين أتاجر وأربح بهم. أعطى لك زوج صالح وبنين تتاجر وتربح بيهم. أعطى لي بصفة خاصة رتبة كهنوتية أتاجر وأربح بيها. وأعطى الآباء، أعطى الخدام والخادمات موهبة أن يخدموا في حقل الرب يتاجروا ويربحوا بيها. كل واحد فينا معه وزنات، كل واحد فينا معه وزنات ليربح ويدخل بها الملكوت. تاجرت وربحت، يقول لك ادخل إلى فرح سيدك. دفنت الوزنة اللي اداها لك، يقول لك القوه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. في مثل الوزنات يقول سلمهم أمواله. مين اللي سلمنا أمواله؟ ربنا. تردوا عليا بقى أحسن أنا بتكسف، لو ما رديتوش عليا تلاقوني قطعت صوت وصورة. سلمهم أمواله، مسيحنا سلم أصحاب الوزنات أمواله، يعني كل ما نملك ملك المين؟ صاحب المال. صاحب المال. عشان كده لما بندي عطية نقول له من يدك منك الجميع ومن يدك يا رب أعطيناك. ونفخة نسمة القدير خدناها من مين؟ ما آدم تراب، والله خلق آدم من تراب ونفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفس حية. أنا وإنت نفس حية مصدرها الله. يعني أنا لا أملك نفسي، لا أملك نفسي على الإطلاق. لا أملك أولادي، لا أملك أولادي. إزاي يعني؟ أنت حي الله تمسك الواد ولا البت لمدة أسبوع وبعديها نعمل صلاة الطشت. مين اللي يحمي الولد ولا البنت؟ أبونا. ليه؟ مش أنت ليه؟ يقول لك ده مش تبعك، ده تبع الكنيسة. من النهار ده تبع من ساعة ولادته لغاية دلوقتي تبع الكنيسة. ولما يتعمد حضرتك وحضرتك بتبقوا ايه؟ إشبين. إشبين يعني ايه؟ حارس او مراقب او واخد باله. الله، يعني الواد ده مش ولدي انا، لا ده بيجي ابن الكنيسة، ابن المعمودية، مش تبعك انت ولا تبعك انت. عشان كده لازم ناخد بالنا ان احنا واولادنا وبناتنا وزوجي وزوجتي ملك لله. دي وزنة نتاجر ونربح بيها. كل عطية صالحة من عند أبي الأنوار، كل عطايا زي ما تكون. لما ادى أمواله ادى الكل. ادى واحد 5 وزنات، واحد وزنتين، واحد وزنة. والإنجيل يقول ايه؟ كل واحد على قدر طاقته. ما سبتش حد يا رب خالص، لا، كل الناس اديت لها. ما بسيبش حد من غير وزنات يتاجر ويربح بيها. أعطى واحد 5 وزنات وأعطى آخر وزنتين وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. الله يعلم طاقتنا، ولما يجي يحاسبنا هيحاسبنا على قدر طاقتنا. الكوباية دي اتملت مية، نفض عليها تاني، هتقبل؟ المية هتجري عليها ايه؟ هتجري على جنب.
طب كوبايه صغيره قد كده اصغر منها اتملت، اللي يزيد هيترمي تحت، فده على قدر طاقته مليان، واللي جنبه مليان، واللي جنبه مليان، كل على قدر طاقته، والكل في الاخر هيسمع قول ربنا ادخل الى فين؟ الى فرح سيدك. ده زي ده زي ده زي ده زي ده، الا اللي بيدفن الوزنه بتاعته. عشان كده يا صاحب الوزنات، ودي كلنا، كل واحد فينا عنده وزنات ليتاجر ويربح بها. مهم جدا ألا تقارن نفسك بأحد من أصحاب الوزنات الأخرى. خدوا بالكم، الله بيعمل في الإيجابي بس، ما بيعملش في السلبي. يعني هو بيدي عشان تتاجر وتربح، العمل الإيجابي، مش تتاجر وتربح بالغلط، لا بالصح. عشان كده ما تقارنش وتبص على غيرك، لأنك لو بصيت على غيرك هتغير منه. وليدخل الحسد في داخلك، لأنك سوف تتمنى زوال النعمة التي معه أو العطية والموهبة اللي معاه. خدوا بالكم، وده جوه الكنيسة. تقول لي يعني يفقعوا عين؟ لا يا حبيبي، حسد عندنا مش واحد يفقع التاني عين، ولا يروح يعمل له كتوبة عند الساحر، لا ده ينفع ولا ده ينفع. الحسد معناه انه اعمل مؤامرة لكي افقد الذي احسده العطية اللي معاه. الشيطان حسد ابونا ادم وامنا حواء، عمل مؤامرة، فضل يحكي معاهم لغاية ما خلاهم خالفوا الوصية. اخوة يوسف حسدوا اخوهم يوسف، ما فقعوش عين، معاه قميص ملون، والابن المدلل لابوه عملوا له خطه ورموه وباعوه، وبعدين قالوا لابوه ده وحش رديء اكل. اليهود حسدوا السيد المسيح، ما فقعوش عين برضه ولا عملوا له كتوبه، لا ده عملوا خطه وجابوا شهود زور عشان يصلبوا السيد المسيح. فالغيره العمياء السلبيه شفتوا تودي فين؟ خلينا الآخرين يفقدوا، نعمل مؤامرة لكي يفقد الآخر، وهو يحصد إيه؟ يحصد خراب وعدم رضا. والشيطان خد فوق راسه من ربنا، سحق راسه وهو على الصليب، علشان عمل كده. الحاسد مضار، والمحسود إن لم يتمتع بعطية داخلية ومحصن بالروح القدس والتناول من جسد ودم المسيح هيخسر هو كمان. لذلك لا تغار من الآخر لو معاه وزنات ربنا مديها له، ولا تحاول أن تفعل مثله طبق الأصل. في الجري والمجاهدة وفي العمل وفي الخدمة هتتعب ويتقطع نفسك، انت طاقتك وزنتين اشتغل من خلالهم، التاني طاقته 5 وزنات، سيبه هو طاقته، الله شايف كده. يا اما تفكر مثل الثالث وتقول يوه انا مش قادر، احط ايدي على خدي وانام وادفن الوزنه اللي ادهاني ربنا. فخد بالك، مهم جدا في عطايا الله ليك تاجر واربح بما اعطاك الرب اياه. تاجر بصوتك، تاجر بعلمك، تاجر بمعرفتك، تاجر بمادياتك، تاجر في زوجتك وعيالك، تاجر في زوجك وعيالك. جاء عندي زمان من يجي 30 سنة، ربنا يديله الصحة، المطران المكرم الأنبا بولا، وعظة جميلة جدا، الزواج طريق الملكوت. عشان الدنيا بتبقى متشوشرة في ذهننا ونقول الرهبان بس، ولا الرهبنة إحدى طرق الملكوت، والزيجة طريق للملكوت،
والتكريس طريق للملكوت، وهكذا كل الطرق. عشان كده بنقول له علمتنا طريق ايه؟ طرق الخلاص. طرق الخلاص كتيرة، فهو قال الزواج طريق الملكوت. وكانت وعظة رائعة جدا. لا أنسى جملة واحدة: لا تفتكر في ذاتك أن تذهب للملكوت دون مراتك وعيالك، ولا تفكر في ذاتك أن تدخل الملكوت دون زوجك وعيالك. فاكرها كويس جدا. ليه؟ أصل أنا ومراتي جسد واحد، وأنا ومراتي وعيالي جسد واحد. إزاي يعني حد فينا هيروح الملكوت والباقي مش هيروح؟ إلا لو هو أنكر الإيمان أو هي أنكرت الإيمان، دي حكاية تاني. لكن كل واحد فينا يتاجر ويربح ليأخذ معه زوجته وأولاده وبناته الملكوت، وكل واحدة تتاجر وتربح عشان تدخل هي وجوزها وعيالها للملكوت. وكل ابن أو ابنة لذاته يتاجر لكي يربح ويدخل الملكوت. ده كلام منتهي. أما أنا وبيتي، ما تقول أنا بس، لا، أنا وبيتي نعبد الرب، أنا وزوجتي. والسجان لما أخذ بولس الرسول، لما لقي أبواب السجن مفتوحة هيموت نفسه، لا، أخذ بولس وغسلوا من جراحاته، أخذوا بيته واعتمد هو وكل أهل بيته. ليه؟ عشان كلنا نروح السماء. ما فيش واحد هيروح السماء والباقيين مش هيروحوا السماء أبدا. حطها حلقة في ودنك، حطيها حلقة في ودنك. نجاهد لنربح الآخر الذي معنا. ونفس الكلام للمسؤولية الكهنوتية. قال دمهم يطلب منك. لو أنا ما أنذرتش اللي بيعمل غلط ومات، دمه يطلب مني. طبعا لما أقول مني يبقى مني ومن اللي حواليا. لكن لو أنذرته أكثر من مرة وهو أصر على خطيته، خلاص دمه على راسه. لكن بصفة عامة مسيحنا عايزنا جسد متكامل، كلنا أعضاء في جسد المسيح، ومسيحنا هو الرأس. ينفع الإيد دي ما تخشش السماء والإيد دي تخش السماء؟ ما كلنا أعضاء في الجسد الواحد. المفروض الجسد كله يروح السماء، إلا بعد عنكم لو اتبطر. لو اتبطر خلاص هو في حتة لوحده، لكن باقي الجسد كل الأعضاء مع بعض، كل اللي عندهم الوزنات بتاعت المسيح مش بتاعتكم انتوا. تاجر بأمانة. خلي بالك وفكر في اليوم اللي هيرجع فيه الملك ويقول لك أعطني حساب. دين حساب الوكالة. عارفين لو حاطين حساب الوكالة ده قدام عينينا، أول حاجة هنبقى مستعدين على طول. ودي الكنيسة بتعلمها لنا كل شوية: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. يا راجل عيني في عينك. طيب يلا عيني في عينك كده. احنا منتظرين ملكوت السماوات. لو جاء المسيح دلوقتي احنا منتظرينه ولا هو كلام بنردده؟ كلام بنردده. المفروض فعلا ننتظر قيامة الأموات ونحن متاجرين. لأن هقول لك دين حساب وكالتك، أقول له اديتني وديني ربحت زيهم يا سيد. يقول لي ادخل إلى فرح سيدك. والكلام ليكي والكلام ليه. ده كلام بجد. أنا شخصيا لما أبقى سرحان وأقول مرد من مردات الكنيسة وأستعيد نفسي، ببقى زعلان جدا من نفسي. إزاي أنا أقف أقول لربنا كلام وأنا مش مستعد؟ أبونا يجي وهو يصرفنا في الآخر يقول لنا إيه؟ بخريستوس بالنوتي. يعني إيه؟ يعني إيه؟ حد عارف بخريستوس بالنوتي يعني إيه؟ يعني الرب آتي أو المسيح آتي. إحنا نرد نقول إيه؟ أمين السشوبي حقا يأتي.
لو احنا ماشيين واخدين بالنا ان المسيح جاي وقلنا حقا ياتي، واحنا يمكن كنا سرحانين طول القداس ولا طول الاجتماع. صحصح يا عمي وخد بالك، لحسن كل ده هيتحسب وزنات ربنا اداهم لك، وزنات تتاجر وتربح بيها. ده ادالنا حته وزنه كتير مننا مش واخد باله منها، وكتير مننا احيانا يلوك سيرتها بلسانه، يقول كلام مش مظبوط. ادانا وزنة الكهنوت، مش عشان انا كاهن او انا مسؤول عن كهنة، صدقوني من اجمل واحلى واغلى الوزنات التي اعطاها لنا المسيح في متناول ايدينا هنا في الكنيسة، وييجوا عندنا البيت ويطلعوا معانا الرحلة ويعملوا معانا المهرجان ويعملوا معانا المؤتمر ويعملوا معانا الكهنوت. كهنوت المسيح اللي اداهولنا دي عطية وزنة. خش على النت دلوقتي تلاقي اسامي من بابانا لغاية المطرنة والاساقفة لغاية الكهنة اللي مكتوب شوية وشويات. هو ناسي انه بيدفن الوزنة دي، هو ناسي انه بيتقول على رئيس الكهنة الاعظم ربنا يسوع المسيح. خدوا بالكم، مثل في العهد القديم هو مش مجاله دلوقتي، لكن كان واحد ممسوح ملك، ربنا مسحه ملك، وكان بيخدم الملك شاول، بيعزف له لما يجي له الروح الرديء، ولما حسده وحب يموته هرب منه كم مرة، مرتين يملك انه يموت شاول. عارفينه كلنا منه. مين هو؟ مين؟ داود النبي. لكن في المرتين اللي حواليه يقولوا خلص على الراجل ده، ما هو طالع وراك عايز يموتك. يقول كيف امد يدي الى ايه؟ الى مسيح الرب. يا عمي ده انت مسيح الرب الحقيقي، ده صوميل دهنك رسمك صب عليك زيت المسحه وقال لك انت ملك لاسرائيل، انت اللي حاربت وهزمت جوليات، انت وانت وانت. كيف امد يدي الى مسيح الرب اللي مرفوض من فم الله، اللي عمل غلط وخطيه جريمه والتجأ لروح العرافه، اللي داود عارف ده كله، لكن قال في الاخر كيف امد يدي الى مسيح الرب. الله، طب واللي لابس الجلابيه السوداء زيي وغلط نعمل ايه؟ له اله يدينه. فرئيس الكهنه الاعظم قال همتحن كل واحد منكم من الكهنوت كما بنار. يا رب ما والناس لا، الناس لا، انتوا كما بنار، يعني هنتشوي شوي لما نكون غلطانين، بس ابونا السماء هو اللي قال كده مش انت. اما انت المفروض تقول لنفسك كيف امد يدي الى مسيح الرب، مش سامحها، كيف امد يدي الى مسيح الرب. خد بالك، اوعى تشترك في الكلام ولا في النت واللي مكتوب، اوعى. خطيه عليك لذاتك لانك تتقول على مسيح الرب حتى لو كان مرفوض. صوروا مسيح الرب هو مسيح الرب. في يوم ما كان مسيح الرب وبيحارب حروب الرب. لا تقترب منه لئلا ترتكب خطية تجازى عليها وتحاسب عليها. أما هو يا اللي عمل الغلط وعمل الخطية، يا إله السماء ارحمني يا رب كعظيم رحمتك. نحن نعلم هذا، هي وزنة يمارس بها الأسرار المقدسة، وعلى رأسهم سر التوبة والاعتراف. التوبة عليك
والاعتراف عليه قدامه. تخيلوا بقى لما واحد يديلك إعفاء من حكم إعدام، ده تبقى مدين له قد إيه؟ طول العمر أنت محكوم عليك بالإعدام، أجرة الخطية إيه؟ موت. ويجي أبونا بعد ما تقدم توبة قدام الله يقول لك الله يحلك ويباركك، امضي بسلام. ده ادالك صك، ادالك براءة. ده رئيس الجمهورية لما بيدي يخفف حكم الإعدام بيحطه في السجن مدى الحياة. إلا الكهنوت يعطي لك براءة من الموت ويقول لك امضي بسلام، أنت حر، حرية مجد أولاد الله. يا خسارة على اللي واخدين بالهم إن في كهنوت ولا يتمتعوا بعطايا هذه الوزنة اللي في إيديك وأنت مش واخد بالك. الأبهات مش فاضيين لنا، الأبهات ليهم ناس الأبهات ما خليك من الناس اللي الأبهات دول بيدوروا عليهم، ما تخليكي منهم. طبعا أنا لما ألاقي واحد معايا في القداس وكل يوم يحضر وبيحضر معايا العزة، يوم ما يقول لي تعالى زورني طبعا شيء طبيعي هروح له. ده مسيحنا كان حبيب مريم ومرثى والعازر، رايح جاي عليهم، ما راحش عند الباقيين ليه؟ بيروح ممكن يروح، لكن ده يا مسيحنا بيحب الكل. بس كان يوجد تلميذ كان يسوع يحبه، يعني يا رب ما تحبش الباقيين، بحب الكل بس ده زياده حبتين. دي وزن المسيح الدهاني، وزن في ايدي يديني حل وبركه واتناول من جسد ودم المسيح. دي الوزن الاعظم والاجمل والاقيم، درة الوزنات مديها لك. خذوا كلوا منه. كم واحد؟ 10 تنفار ولا 50؟ كلكم. يؤسفني ان في كتير مننا يجي ويحضر يقول اصل انا يعني صحيت متاخر فجيت القداس متاخر. طب ليه صحيت متاخر ليه؟ ما انت لو هتطلع تجاب الغفير في ميعاد هتصحى بدري عشان الغفير ده. اصل انا مش صايم العذراء، ولو ان كلنا صايمين العذراء ما ينفعش. الكنيسه كلها صايمه وانت تفرز نفسك وما تصومش، مش قادره تنام. اصل ابونا بينبه ويقول اللي مش صايم صيام العذراء ما يتناولش. لا مش كله. في واحد واخد حل من اب اعترافه، واحد غصب عنه عشان مريض، واحده كده يعني. لكن هي وزنه عطيه. هو ذكاء المعنى دي بنقولها طوال 15 يوم. هو ذكاء المعنى مين؟ عمانوئيل إلهنا حمل الله الحامل خطية العالم كله. معايا أتناوله. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة. إيه؟ من يأكلني يحيا بي، من يأكلني مغفورة له خطاياه. إيه تاني؟ اللي مطلوب تاني، اللي مطلوب تاني من وزنات اداها لنا المسيح إلهنا. اللي مطلوب وزنات، خدوا باقي الوزنات. الأسرار السبعة بتوع الكنيسة بتاعتنا، أسرار كنيستنا السبعة. مش هتكلم تاني عن الوزنات لحسن يعني مش هنخلص في وزنة واحدة بس منهم. استغلها. استغلوا الكهنوت اللي بين ايديكم، استغلوا الأسرار المقدسة التي بين أيديكم وتقدروا تمارسوها تفرحوا بيها. سر التوبة بينك وبين نفسك، والاعتراف أمام أب اعترافك، التناول من جسد ودم المسيح. ياه لو النهضة دي ركزنا على الثلاث أسرار دول بس، يوه بركة عظيمة جدا. توبة والاعتراف، تناول من جسد ودم المسيح، بركة الكهنوت تدخل بيتي أو تدخل في حياتي من الإرشاد والبركة اللي أنا أخدها. إن كنا غير أمناء فيما اؤتمنا عليه ولم نتاجر ونربح به، بل طمرنا
تلك الوزنات في الأرض كما العبد الشرير كأنها دفناه. أقول لكم حاجة، مسيحنا على الصليب ادالنا حاجتين. ادالنا ايه وايه؟ حد شاطر؟ ادالنا ايه؟ اول حاجة الخلاص. تاني حاجة ايوه، ما دي خلاص، الخلاص تبعها الحياة الأبدية. وادالنا عطية تانية، أم العذراء. مش قال يا يوحنا هوذا أمك، وقال للعذراء هوذا ابنك؟ ادالنا أمنا العذراء تبقى أم لينا، أم لينا. وكل واحد فينا لما يتعب يقول أروح عند مين؟ أروح عند أمي. كم واحد فينا بيروح عند أم العذراء وينام في حضنها ويطلب بركتها ويحكي معاها ويطوبها؟ ده هي طلبت. الأم لما تطلب أقول لها عينيا ليك ياما. طب هي قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. دي عطية سماوية وزنة ادهاني المسيح أتاجر وأربح بيها. كم واحد فينا بيطوب العذراء؟ مش في موسم الصيام. جميع الأجيال، هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. يا بختك لو عامل صورة للعذراء عندك في البيت وكل يوم بتطوبها أو تصبع عليها وتمس عليها وتقول لها طوباكي يا ستي يا عذراء، ليا طلبات عندك يا أمي يا عذراء، عايز منك تشفعي لي عند ابنك الحبيب. ده هو أصلا ما بيتناقش مع العذراء في الطلبات، وخصوصا لمجد اسمه. لما تطلب ملكوت الله وبره قول لها يا عذراء اشفعي لي. لما تطلب غفران الخطية والتغلب على ضعفة في حياتك ولا في حياتك، بركتك يا أمي يا عذراء اقفي معايا، أعظم عطية دي. يعني قال لها لم تأتي ساعتي بعد. راحت خدت بعضيها وقالت ليه؟ للأجراء كل ما يقوله لكم افعلوه. ايه يا ستي يا عذراء؟ ده قالت لا، ما انا عارفه ولدي، انا عارفه ابني، من فضلك وزنة اعطاها لك المسيح الهنا، طوبها واطلب بركتها واطلب صلواتها واطلب شفاعتها. شفاعتها عظيمه. خساره في الطوائف اللي بتنكر شفاعة العذراء. ده العذراء اداها لنا عطية وهدية. يا يوحنا هوذا أمك. ويوحنا كان يمثلنا، هو كان في غيره يعرف المسيح غير هو والعذراء مريم وباقي المريمات، وقال لها هي هوذا ابنك، ليؤكد أننا أولاد العذراء وهي أمنا. وهكذا سحابة الشهود المحيطة بنا من كل ناحية، هذه مقدارها شهداء وقديسين سمائيين، كله محيط بنا. صاحب مين؟ مش القداسة البابا كيرلس القديس العظيم بتاعنا كيرلس السادس لما بيحكي مع تلميذه وبيقول له اديك البطرك وبتعمل وبنيت وعملت وعملت، قال له ولا يوم في الطاحونه ما رمينا كان بالحصان بيلف حوالين في الطاحونه، ولا يوم. كل البطريركيه بكل ما فيها من بهرجه ومن ولا يوم في صداقه القديسين. مش دي عطيه المسيح مديها لنا؟ مش دي عطيه المسيح الهنا مدينا فرصه نتبارك؟ وقال لنا انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. ولا ايه؟ ولا دول يعني بنحط الرفات بتقعد تقول الكنائس بتاعتنا مدافن، مكان المدافن اللي نحطها هناك نحطها هنا؟ لا، كل رفات جايه معاه وثيقتها فيها الذين لمسوا جسد إليشع الميت جاب، وأجساد القديسين ربنا بيعمل أعمال عجيبة وعظيمة جدا منهم. بس خدوا بالكم، التجارة الروحية وليست الجسدية.
تطلبون ولا يستجاب لكم لأنكم تطلبون إيه؟ رديا. نطلب طلبات عالمية وفانيات. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذا كله يزاد ليكم. تطلبوا إلى الآن لم تطلبوا. يا نهار أبيض يا رب لغاية دلوقتي ده بص على المذبح كل يوم عليه ورق قد كده كلها طلباتكم أرضية. إن طلبت طلب سماوي ولو يعني زجيت عليه كمان أمك العذراء مريم اللي احنا في أيامها ما أجملك وما أحلاك قطعا المسيح إلهنا هيستجيب. أما إن رفضت كل هذه العطايا وهذه الهدايا لك من الله القدوس فالذي عندك يؤخذ منك. يا خبر أبيض، اللي عندك يؤخذ منك. مش أنت دفنه؟ طب اديه لغيرك يا أخي. دافن الوزن اللي المسيح اداها لك في عيالك وعمال تجيب لهم وتلبسهم وتجلعهم وتعمل لهم وتأمن لهم في العالم ونسيت الأبدية ونسيت السماء. ما انت دفنت العطية. نكد على طول مع مراتك والست نكد على طول مع جوزها. ليه بتدفنوا الوزن اللي اداها لكم المسيح؟ انكم تبقوا مسورين وماشيين في طريق الملكوت. ليه تنسوا عيالكم وتأمنوهم تأمين أرضي على الأرض وتنسوا تأمنوهم للسماء؟ مش الشباب اللي انتوا جايين تصرخوا منهم والعيال ما بيسمعوش الكلام والعيال على الموبايلات على طول والعيال متوهين مننا. طب ما انت السبب وانت السبب. ده انت اشبين وانت اشبينه اصلا. انتوا الاتنين اشابين لاولادكم يعني ترعوهم في بيت الله مغروسين في بيت الله. قال وبنوك مثل غروس الزيتون فين؟ حول جوانب مائدتك. تتعشوا مع بعض انتوا وعيالكم، تتغدوا مع بعض، بيجمعكم المذبح المقدس مع بعض. ما دي وزنة تجروا وتربحوا بيها ولا ندفنها في الأرض ونخليهم أولاد العالم وبعدين نرجع ونعيط الحقوا عيالنا والحقوا البت راحت فين والواد راح فين واحنا اللي غلطانين. وأيها الابن المبارك والابنة المباركة كامل السن وانت قاعد بتسمع هذه الكلمات أصبحت كامل السن مسؤول عن نفسك. مش تقول أصل بابا وماما هم اللي سابوني من زمان فأنا خلاص أنا يعني بلاش المشي في طريق ربنا ده متعب شوية وبابا وماما هم اللي غلطانين. طب ما أنت هتشيل الخطية على راسك والحكم هيبقى عليك حتى إن كان عن والديك. لكن ربنا يحمينا من الحكم وما ندفنش الوزنة اللي المسيح اداها لنا. اللي عنده يعطى ويزاد، اللي تاجر وربح. والتاني لا، اللي عنده يعطى ويزاد وله شهادة حسنة مع الله. ربنا يقول عن موسى النبي كان هو أمينا في كل بيتي. واللي عنده تاجر وربح يقول له كنت أمين في القليل أحيانا يبقى أمين في الكثير هنا على الأرض. الآباء ربنا يحميهم أمين في الخدمة بتاعته تم اختياره كاهن ليبقى أمين على قطاع في الكنيسة وهكذا. هكذا أولاد الله إن كنا أمناء في القليل يقيمنا على الكثير ويعطي أكثر وأكثر وأكثر. أعطى الله كل واحد فينا ثروة، مواهب مختلفة، إمكانيات عند كل واحد منا متميزة
ومتميزة عن الآخر. من سيكون أمينا هتزيد مواهبه، استخدمها ليفرح قلب الله ويساعد إخوته في السير في طريق الأبدية. سوف يعطيه الرب أعظم عطية. لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. كن أمينا في وزناتك، أنت أول الربحانين هنا على الأرض. كن أمينا على جسدك اللي اداهولك المسيح، وتقول ملكي وأنا حر، أشرب زي ما أشرب وأشم زي ما أشم وأتحجن زي ما أتحجن. لا يا حبيبي، جسدك ده المسيح إلهنا اللي اداهولك وتدشن بالميرون المقدس، فهو ملك لله وأعطى لك ما تملكه عطية سماوية. نحن قالها زمان أيوب الصديق: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. ربنا يطول عمركم. لما حد يتنيح ونيجي يعني نودعه، نمسك شوية تراب نرميهم على الصندوق بتاعه، نقول من التراب وإلى التراب يعود. أنت ما جيتش بحاجة، اللي اداهم لك كلهم مسيحنا. اوعى تطلع مديون من هنا، لا، اطلع محمد بالوزنات. خد بالك، ياما ناس فينا ليها وزنات ومش واخده بالها. عارفين عاملين زي مين؟ زي اللي باباه حاطط له رصيد في البنك ومديله كارت ومديله نمره السيكريت نمبر. يا ابني منين ما تعوز روح اصرف، وهو قاعد وجعان وحاطط ايده على خده. ليه؟ اصل انا ما عنديش حاجه. يا ابني بابا حاطط لك رصيدك في البنك. فكل واحد فينا عنده وزنات ودفنها ولا مش واخد باله منها، يصحى ويدور على الوزنات اللي المسيح اداها لك، سواء شخصية أو أسرية أو عائلية أو علمية أو مادية أو أي عطية أو روحية في حياتك الروحية، لكي نتاجر ونربح. وانت ماشي يبقى أنا أفتكر التلاميذ وهم راجعين كل واحد كان شايل جفة مملوءة من الخبز. فوانت راجع وانت راجعة أو سل مليان من الخبز، ارجع والجفة بتاعتك مليانة وزنات وعطايا، وراجع نفسك. اقعد في البيت كده: وزنتي أنا الشخصية، زوجتي، زوجي، أولادي، بناتي، مادياتي، علمي، وظيفتي، قديسية وأسرار كنيسة المقدسة. احسب احسب احسب، لاقي نفسك يا خبر أبيض عندك كم من الوزنات مهول جدا. أنت غني بالمسيح اللي جواك. نحن أغنياء بمسيحنا الذي أحبنا، الذي أعطانا بسخاء، وما زال ينتظر منا أن نتاجر ونربح لكي يزيد. أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. له المجد الدائم في كنيسته المقدسة من الآن والأبد، آمين.